إذا تحياتي مجددة لجميع الوجوه الحاضرة اللي اقتطعت شوية الوقت من أجل أنها تسمع لهذا النداء وهذه الأخبار. طلبة والطالبات ولاد الشعب، تنتمناو أنكم تكونوا على قدر المسؤولية، وأنه على الأقل هذه الأخبار اللي سمعتوا ما توقفش عندكم، وأنه تعرفوا بهذا السيد معاذ بن كيران اللي تقتل واللي العائلة ديالو نزلت عندها أنا شخصيا وراهم في وضعية متدهورة، وكنا عندنا خوتنا وكنا عندنا مواتنا وكنا كنعرفوا شنو كيطرا. باش انت خوك يتقتل بهذيك الطريقة، لا باك ولا امك ولا اختك ولا اللي كان، راه غادي تعرف من حالة فيها. الوالد ديالو مريض ما بقاش تيهضر، امو كل مرة تتسخف تتفيق، اختو هي اللي مكلفة بداك الملف ومقاتلة عليه في المحاكم، وكل مرة كيعوجوا لهم الطريق ديال التحقيق، مرة يقولوا لهم طاح، مرة تيقول لهم جاتو سكتة قلبية، مرة تيقولوا لهم راه ما عرفت شنو، وهكا تيديروا مع جميع القضايا. تيران غرق، فلان قلبوا على فلان، يجيبوا واحد كبش المحرقة يقدموه ليك حتى حاجة ما تتبدل. واحد ولد الشعب مات قدام السبيطار، نفس الحاجة غنفتحوا تحقيق، غادي نقلبوا على المسؤولين، غنقلبوا على المتورطين، حتى حاجة ما كدار. والأمور بقات غادية بهذا المنطق ومازال تيراكموا في هذا المنطق. علاش؟ لأنهم تيعتقدوا أنه إحنا المغاربة خوافة، لأنهم تيقولوا لك المغاربة ماشي رجال، لأنه سمعنا ناس في البرلمان كتقول لك المغاربة أوباش. هكا تيشوفونا ولاد الشعب، تيشوفونا أوباش، تيشوفونا خوافة، تيشوفونا تنفهموها بالعصا، وبالتالي راه طبيعي انهم ما عمرهم ما غادي يقدموا لك شي حل حقيقي، سواء طلع بن كيران، سواء طلع حمزه، سواء طلعت انا براسي، راه ما غندير تما والو، لانه معروف داكشي كيفاش كيتمشى. فالطلبه والطالبات ولاد الشعب الاحرار اللي باغيين يعيشوا احرار وبكرامه، هذا الخبر هذا كان تبليغ، ما يوقفش عندكم. تحياتي للجميع.